اخي الحجوجي، مرحبا بك في موقع التليفون ديال لاش 24. اليوم انت كتواجد معنا على الخلفيه ديال الانسحاب من الجمع العام ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي تعقد بدار الشباب راشدي. غتكلمنا على السياق ديال الانسحاب والظروف ديالو والملابسات ديال الموضوع كامل. تفضل. اولا تنشكر موقع لاراج 24 على الاستضافه من اجل النقاش وتنوير الراي العام المحلي والوطني حول ما جرى داخل الفرع المحلي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع العرائش. نؤكد على اننا نحن متشبتين بالجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بمضمونها الكفاحي وعلى المبادئ الاساسيه اللي تاسست عليها الجمعيه منذ سنه 1979. لكن السياق اللي جاء فيه الانسحاب انه في تتبعنا الاجتماعات والتحضير للجمع العام عن طريق نقاشات متعدده مع بعض اعضاء المكتب، نلاحظ ان هناك من حاول تهريب مناقشات التقرير الادبي والتقرير المالي الى حين اخر لحظات، اي نص ساعه نصف ساعه قبل عقد الجمع العام اللي كان يوم 19 يونيو بمقر دار الشباب الراشدي، اللي تتم المصادقه على الكل بطريقه سريعه جدا. وهذا اللي شكل عند مجموعه ديال المنخرطين والمناضلين. اؤكد على صفه المناضل داخل الجمعيه، لان كانت مجموعه ديال الاشياء اللي غنطرقوا لها فيما بعد. تم المصادقه على التقرير الادبي والتقرير المالي من طرف المكتب مع اعتراض عضوين، لا على التقرير الادبي لا على التقرير المالي، اللي كانت فيه مجموعه ديال الخروقات واللي ترناها في التقرير اللي صاروه مجموعه ديال المناضلين. نعم، واخا يمكن لك تكلمنا بصفه دقيقه على هذا النوع ديال الخروقات؟ اعتقد انه في التقرير كما جاء في التقرير ديال المنسحبين، واللي هو مازال عندنا لحدود الساعه، واللي نشروه مجموعه ديال المواقع ومستوى الصفحات الاجتماعيه، اكد على المستوى المالي ان هناك غموض تلف التقرير المالي، انه هناك 22 بطاقه، هنا نحددوا بالضبط، هناك من اجل تنوير الراي العام الوطني المحلي ان هناك 22 بطاقه لم تسوى. وهنا عندما نتحدث عن التسويه فحتى ردنا على المندوبين ديال المكتب المركزي في شخص عضو اللجنه الاداريه ولا في شخص رئيس الجهه، هم يتحدثون عن التسويه مع المكتب المركزي، واللي هي تحدد حسب القانون الداخلي للجمعيه في 30%، ونحن نتحدث على التسويه الداخليه من داخل الفرع. يمكن انه تمت التسويه مع المكتب المركزي، ولكن اين هي ماليه الفرع في شخص 22 بطاقه في 2011، في شخص 48 بطاقه في 2012 و22 بطاقه في 2013. هذه المعطيات هذه تؤكد ان هناك لبس في التقرير المالي، ان فاش عندما نتساءل على الوضعيه ديال هذه البطائق الكل تيحاول انه يبرر ان مثال، نعطيك مثال ديال ان ديك 22 بطاقه ديال 2011 خداوها الناس ومشاو. وهنا نتحدث على ماليه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، لا نتحدث على ماليه ديال اطار معين. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان تدافع عن المال العام، فبالتالي نطالب حنا في 22 بطاقه اللي كان تيجيش دوك الناس اجل انهم يعطيو البطائق ويمشيو بحالاتهم، يصوتوا ويمشيو بحالاتهم. هو مطالب انه يسوي مع المكتب ديك 22 بطاقه. وهذه القضيه دي تنطبق على 48 بطاقه وتنطبق على 22 بطاقه. غير هنا اللي بغيت ناكد اننا عندما نطالب بالتدقيق في الماليه ديال الجمعيه نحن ندرك انه تم التسويه مع المكتب المركزي، ولكن من داخل الفرع ماليه الجمعيه تعرف اشكالات وتعرف غموض باين للعيان، لان بالمنطق البسيط، الحساب البسيط ديال الانسان العادي والانسان البسيط، فاش توضع له واحد
المفارقه اللي هي بسيطه، تتقول له ودي حسب ما جاء. نمشيو حنا غير في التصريحات ديال العضو المنتدب ان في بدايه ديال الجمع العام، بدايه الاشغال الجمع العام، يصرح ان الفرع ديال العرائش فيه 240 منخرط، وبالتالي عندما تلت امينه المال التقرير تقول ان هناك فقط 5000 درهم هي اللي كاينه عند الفرع المحلي. مقارنه بسيطه ما بين ثمن البطاقه في داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان و التقرير المالي تيبين هناك فرق شاسع. حنا قلنا درنا اودي غير 50 درهم للبطاقه، الكل من داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هو في حاله طالب او في حاله معطل، فبالتالي 50 بطاقه في 240 ماشي هي 5000 درهم، وهذا الشيء باين للعيان. ونبهنا ليه عضو المكتب المركزي، المندوب ديال المكتب المركزي، بشخص عضو اللجنه الاداريه او لا بشخص رئيس الجهه. نعم. واخا وتوش تمت المصادقه على التقرير المالي؟ تمت من داخل المكتب، تمت المصادقه على التقرير المالي. هنا اؤكد مع اعتراض عضوي المكتب اللي هما الرفيق محمد الحجوجي بصفته نائب الرئيسه، وكذلك الرفيق محمد المالكي باعتباره مستشار داخل الفرع المحلي. ونبه عضوي المنتدبين طرف المكتب المركزي في شخص عضو اللجنه الاداريه نجيب السكاكي او لا في شخص رئيس الجهه محمد بوشركه لهذه الخروقات الماليه. ورغم ذلك حاول المنتدبين ديال المكتب المركزي بمنطق انصر اخاك ظالما او مظلوما انهم يفتتحوا الاشغال الجمع العام. وندرك ان من الاساسات اللي خلات الجمعيه وقوه الجمعيه على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هي انها لم تسجل عليها يوما من الايام ان على المستوى المالي ان هناك كاين شي خروقات. فبالتالي كان بالاحرى من المندوبين حفاظا على صوره الجمعيه انهم يوقفوا الجمع العام الى ان تصادق، انهم يلقوا حل لهذا الوضع الشاذ ديال الماليه الجمعيه. وكان بالاحرى في السياق الديمقراطيه وفي السياق وكما جرت عليه العاده انه عندما يتم تشكيك في ماليه الجمعيه اي كانت الجمعيه هو انه تكون احداث لجنه من داخل الجمع العام، باعتبار ان الجمع العام وهذه هي الصفات الديمقراطيه اللي تنافت في هذا الجمع العام اللي فاقد للشرعيه من داخل الفرع ديال العرائش. تم احداث لجنه من اجل الافتحاص ديال عفوا ديال الماليه ديال الفرع. واخا وانت ارتأيتوا نتوما كأعضاء نحن انكم ساعدتوا كمناضلين ومنخرطين للجمعيه رفضنا هذا الجمع العام وخدينا قرار الانسحاب لمجموعه الاسباب. السبب الاساسي هو الماليه الجمعيه الفرع ديال الجمعيه اولا. ثاني شيء هو موجهيش من داخل الجمع العام، هو اننا نتحدث عن الاستعانه بالنقابات ديال مجموعه ديال النقابات ديال الطاكسيات ولا النقابه ديال الموظف وتنزيلهم في ديك السياق ديال انه من اجل ضرب اي صوت منافي لصوت واحد التيار سياسي معين من داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ورفض اي صوت تيحاول انه يوصل انه يفرض المضمون الحقيقي اللي تبنات عليه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان.